لو سريع كمان يبقى دي كارثة. الحقوني، الحقوني، بصلي هنا، أنا جايلك، خليك مكانك، حد يلحقني والنبي. طبعا كان كده. أنت كويس؟ يلا بينا. الستارة بتترفع على مشهد من الماضي البعيد سنة 1996، لما مجموعة من شباب ثانوي كانوا بيأدوا طقس غريب ومريب جوه الغابة. ولد واحد قاعد مكبل على كرسي، وحواليه الباقيين بيرددوا كلمات غريبة وبيرقصوا رقصات جنونية حوالين نار متوهجة بتطرد ظلام الليل. وبنرجع لمرارة الحاضر. مايا ستيرن واقفة في جنازة جوزها جو بيركت والوجع ملكها، وفي الوقت اللي القسيس بيرتل كلمات التأبين روحها بتسافر لبعيد لذكريات أول لقاء جمعها بجو في حفل خيري فاخر كان بينهم خيط سحري ربطهم من أول نظرة، وفي شهور قليلة لقوا نفسهم في عش الزوجية بيبنوا حياة بدت وكأنها حلم جميل لا يمكن يتكسر. في سرادق العزاء مايا عينها بتلمح المحقق كيرس اللي جودث والدة جو هي اللي عزمت عليه. بعده 3 أقوال لسه خيوط القضية متلخبطة في إيده، ومايا الصبر خلاص نفد منها والغضب باين في عينيها. برا مايا بتواجه حماتها جودث على وجود المحقق، وجودث بترد عليها بصوت هادي زي الهمس. كنت عايزاه يشوف جو كان مين، يشوف حقيقته. بس هو مهم. مايا بتعترف انها خسرت حد غالي حب عمرها كله، بس جودث بتشاور بصراحة انها لازم تدور على مساعدة بعد فراق اختها وجو الاتنين. إيفا بتوصل الأم الحزينة وبنتها للبيت، وبتدي مايا برواز صور ديجيتال بيشتغل كمان كاميرا خفية للمربية. مايا مش شايفاله لزوم، بس إيفا بتقنعها إنها تسيبه شغال في أوضة ليلي يمكن يحصل حاجة. بعد كام يوم مايا بتراجع التسجيلات وبتتسمر مكانها. التسجيل بيبين جو حي يرزخ وبيلعب مع بنتهم. بتسأل ليلي، وبعدين بتدور على القميص اللي جو كان لابسه في الفيديو بس مش بتلاقيه. لما المربية إيزابيلا بترجع، مايا بتوريها التسجيل وبتطالب بتفسير، بس إيزابيلا بتتراعب، بترش عليها سبراي الفلفل وبتهرب معاها كارت الميموري. لما المحقق كيرس بيوصل، مايا بتبان مش وعيها، حزينة ومن غير أي دليل. بيطلب منها تحكي عن ليلة وفاة جو. سلاح الجريمة لسه مفقود، بس مايا عندها واحد بيطابق الوصف، بيحطه في كيس عشان الفحص، وده بيخليها تسأل: هو أنت فاكر إيه؟ إني قتلت جوزي؟ بعدين كيرس أغمى عليه فجأة وهو سايق بعد مكالمة مع خطيبته، وبعدها بشوية بعت رسالة لحد. الموضوع ده اتكرر تاني في الاسم، والرئيس ما بلعش حكايته عن انه حوت فجأة عشان يتفادى قطة، وربطه بشريك جديد اسمه مارتي. كيرس بيفتح له ملف قضية بوركيت، واعترف انه شاكك في ان مايا هي اللي قتلت جو، بس اللي محيرهم هو السبب. هي فقدت اختها قبلها بشهور في عز خدمتها العسكرية، وقبل كل ده فيديو تسرب رسمها في صورة قتلة للمدنيين. إيزابيلا مش بترد على مايا، فمايا سابت ليلي عند كلير وإيدي وراحت لها لحد عندها عشان تواجهها وش الوش. بس لما وصلت، المربية قفلت على نفسها وما رضيتش تطلع، ووفت بوعدها. مايا حضرت ماتش ايبل كرة القدم، بس عينيها كانت بتخطف لمحات لجو وسط الزحمة كأنه طيف بيطاردها. بعد الماتش ايدي وقفها في جنبه ببرود قاسي، قال لها تبعد، ولا حرك فيه شعرة ان كلير كانت اختها. في عزومة شين للشوا، مايا فتحت قبها وحكت انها بتشوف خيال جو، وانها حاسة ان في حد ماشي وراها زي الظل. سجلت رقم نمرة عربية وطلبت من شين انه يكشف مين صاحبها. بعدين جودث اتصلت تخبرها ان إيزابيلا عندها، وانها خلاص مش عايزة تكمل شغل مع مايا. لما مايا وصلت بسرعة البرق، إيزابيلا اتخضت وهربت زي الفراشة قبل ما مايا تلحق تفهم منها كلمة. رجعت البيت، لقت المحقق كيرس وماردي قاعدين في انتصارها، ومعاهم نتائج فحص الأسلحة. والخبر اللي كشفوه كان صاعق، نفس المسدس هو اللي أزهق روح جو وكلير الاتنين. في نفس الأثناء، راجل غامض ساب باقة ورد عباد الشمس ورسالة على شاهد قبر كلير. إيزابيلا مسحت التسجيل، ومدرب ايبل كرة القدم في صمت مسح بقعة دم من الفان بتاعته. رجعت بذاكرتها لأيام مايا في معسكر الجيش، لما جالها تليفون من جو، صوته بيقول لها إن مصيبة حلت بكلير.
جريت على بيتها، لقت جو هناك بيواسيها في عز حزنها. في الوقت الحاضر المحقق كيرس ومارتي لسه في بيتها بيفتشوا عن أي خيط يربط بين موت كلير وجو. كيرس بيضغط عليها عشان تعرفوا طبيعة علاقتهم، بس مايا بتصر إنهم كانوا مجرد زملاء شغل وإنه عمر ما كان في أي مشاعر حب بينهم. مايا ودت ليلي الحضانة قبل ما تروح شغلها، بس عقلها كان لسه بيدور حوالين الخيط الجديد بتاع المسدس. قررت تروح لآفا يمكن تلاقي عندها أي معلومة على حياة كلير قبل ما تروح. آفا اعترفت إن كلير كانت تصرفاتها غريبة ومريبة في الأسابيع اللي سبعت الأحداث اللي وصلت لغاية ما اتقتلت. في غدوة من الغدوات كلير جالها تليفون على موبايل سري ومزاجها اتقلب في لحظة. دان عليها التوتر وقامت من على الترابيزة عشان تاخد المكالمة بعيد. مايا بيزيد غضبها إن إيفا عمرها ما جابت سيرة الموبايل السري للبوليس ولا حتى حاولت تضغط على كلير عشان تفهم منها أي حاجة. إيفا بتبرر موقفها وبتقول إنها كانت خايفة إن كلير تكون بتخون وما كانتش عايزة تهدم الذكرى الحلوة لعيلتها عنها. في حتة ثانية المحقق كيرس بيقابل نيكول المشرفة بتاعته في جمعية المدمنين المجهولين اللي بتوبخه عشان بيطنش اجتماعاتهم وبتلحق عليه يكشف عن دكتور. كيرس بيعترف بخوفه من اللي ممكن تكشفه النتائج، والأكتر من كده خايف يخسر شغله لو الموضوع طلع كبير. في القسم مارتي وكيرس بيكملوا حفرهم في لغز الجريمتين، بيحاولوا يركبوا صورة كاملة لدوافع القتل. كيرس بيشك إن خيط الحل ممكن يكون عند إيزابيلا المربية. مايا بتلاقي الموبايل السري بس إيدي بيدخل فجأة وبيصطادها متلبسة. بيتخانقوا وإيدي بيعترف إن كلير كانت بعدت عنه وبترمي اللوم على الشغل، بس بينكر تماما إنه كان بيخونها. لما بيطلب منها الموبايل بإصرار مايا بتغلبه وبتاخده منها بالقوة وبتمشي بيه. في نفس الأثناء المحقق بيستجوب إيزابيلا اللي هي كمان عندها شكوك إن ما كانش فيه أي خيانة. جو كان دايما سيرته عن مايا، كان دايما بيحكي قد إيه بتوحشه لما بتكون غايبة عنه. كان راجل أصيل، خسارة فيها. مايا بعد شوية شخنت الموبايل الرمي ولقيت فيه رقم واحد بس كان بيتصل بيه مرارا وتكرارا قبل ما كلير تتوفى، وبحث سريع عرفت إن الرقم ده تبع صالة ألعاب في المنطقة. وفي نفس اللحظة اللي ولاد كلير اكتشفوا فيها كاميرا قديمة مترمية ومنسية، مايا راحت تزور صالة الألعاب، لكن المدير صمم إنه ما يعرفش أي حاجة وما قدمش ليها أي عون. جوديث اتصلت بمايا عشان تبلغها بميعاد قراية الوصية، لكن مايا انشغلت فجأة لما لمحت نفس العربية الحمراء اللي بتطاردها وبتراقبها من بعيد. بدون ذلك كيرس أصابته نوبة أغماء تانية لكنه خبى الأمر ده عن خطيبته. بعدها شين بلغ مايا إن العربية دي عربية إيجار وإن كوري اللي فضحها وسرب الفيديو العسكري بتاعها رجع من تاني. مايا نفضت للموضوع ده ومش عايزة تسمح له إنه يزعزعها أو يهزها من جديد، يمكن يكون كلفها وظيفتها ومستقبلها، لكن الفيديو بتاعه ما كانش فيه أي صوت من الأساس. في قصر بيركيتس المحامي جمع كل الموجودين بس عشان يعلن إن قراءة الوصية اتأجلت لحد ما شهادة وفاة جو تطلع بشكل رسمي. بره كارولين فضفضت مع مايا وقالت لها إنها متأكدة إن جو ممكن يكون لسه عايش، لأنها عمرها ما تسمح لها تشوف جثته مهما توسلت أو طلبت، حتى إنها ورت مايا تحويلات بنكية مشبوهة تمت بين الحساب الخاص بالعيلة وبين المحقق كيرس. مكان تاني خالص ولاد كلير حمضوا فيلم الكاميرا القديمة واتصدموا صدمة كبيرة لما لقوا صورة لأمهم وهي حامل بوضوح في وقت كان قبل ما آبي تتولد أو حتى تتكون. مايا واجهت جوديث ونيل باللي كارن حكت لها عليه، لكن الكلام سخن بسرعة وطلب منها إنها تسيب البيت فورا. في غضون ذلك الصور واللي ولاد كريل حمضوها دخلتهم في دوامة أسئلة ملهاش آخر. اكتشفوا راجل اسمه ألكسندر واللي ممكن يكون كان حبيب أمهم زمان. الراجل ده كان نقل البلد قبل وفاتها بفترة قصيرة وممكن يكون هو اللي بيحط الورد على قبرها، لكن الولاد أدركوا إن الأدلة اللي معاهم مش كفاية عشان الشرطة تتدخل في الموضوع. وفي الوقت اللي المحقق حاول تركيزه لإيدي كمتهم جديد في قضية قتل جو، مايا قررت تاخد زمام الأمور في إيديها وقررت تزور صالة الألعاب مرة تانية. هناك عرفت إن كلير كانت اتصلت بالرقم المجهول ده بدري قوي في نفس الصبح قبل ما صالة الألعاب تفتح بوقت طويل، ولما وصلت لمحت نفس العربية الحمراء اللي بتطاردها وزرعت عليها جهاز تتبع سرا واستنت لحد ما السواق يرجع عشان تلحقه، لكنها في النهاية فقدت أثر العربية. رجعت البيت وطلبت من شين إنه يتتبع جهاز التتبع، فبلغها إنه خرج عن نطاق التغطية لكنه بعت لها آخر مكان كان فيه. بإصرار مايا مشيت ورا الخيط ده بس عشان تلاقي نفسها وش الوش مع كوري اللي فضحها قبل كده،
هو بيبتسم بسخرية قادها ناحية مبنى قريب وقال لها يا سلام، يعني حتى بديني لحد الهليكوبتر وبعدين تقفي على الباب. مايا عرفت ان كلير هي اللي سربت معلومات من شركة بيركتس جلوبال عشان كوري ما يسربش الصوت بتاع الفيديو اللي دمر مستقبل مايا المهني تماما. بالنسبة لكوري الموضوع مش مجرد صدفة انه جو وكلير اللي كانوا شغالين في الشركة الفاسدة دي ماتوا، خصوصا انه جو كان اتصل بكوري وكان عايز يقابله بس اتقتل قبل ما يلحق يشوف ده. بس كوري فتح سكة لواحد اسمه دارك، يمكن يكون هو مفتاح مايا لكل الأجوبة اللي بتطاردها. مايا في الأول راحت لشركة تومي بس ما لقيتش ليه أثر هناك. السكرتيرة كشفت سر إن كلير هي كمان كانت جت تدور على تومي، بس القدر ما جمعهمش. ادت مايا عنوان بيته، يمكن يكون هو طريقها. في أثناء دي أولاد كلير وصلوا لألكسندر في عش شغله، وقبل ما الخوف يتمكن منهم وافق يقابلهم بعدين عشان يفتح لهم أبواب الأجوبة. مايا بعد كده راحت لبيت تومي، وهناك مراته ادعت إنه مش في الدار، كانها بتخفي سر. جابت كارتها وبعدين همست لشين يبحث في خبايا الراجل الغامض ده. قلبها بيقول لها إنه ممكن يكون خيط مربوط بموت أندرو. ورجعنا لاسم البوليس، ومارتي في صمت بدأ يحفر في تفاصيل حادثة ريس اللي حصلت قريب. محققين مع بعضهم رجعوا لقطات من جنينة قريبة، وعينهم لقطت نفس العجل اللي مايا كانت حكت عنه. تتبعوا أثر واحدة من العجل لحد ما وصلوا لفيل مدرب كورة أبي. مكان تاني أبي ودان راحوا يقابلوا ألكسندر في بيته. كان استنى بره كحارس وعينيه سهرة، بينما أبي دخلت لجوه. عزبة بيركت كارولاين في السر مشيت ورا أمها الأوضة مستخبية، وهناك عملت اكتشاف يوقف القلب. جو هي بالظبط اللي مايا شافته لابسها في لقطات كاميرا المربية. إن الزمن وقف. بعدين في نفس الليلة مايا صحيت مفزوعة على صرخات ليلي اللي شقت سكون الليل. جريت على أوضة بنتها بس لقت السرير فاضي، كأن الأرض انشقت وبلعتها. ريزتها صحيت، فتحت خزنة سلاحها وطلعت قفل مستخبي كأنها بتستعد لأي خطر. وقت المعيشة لقيت شين ماسك ليلي اللي كانت بترتعش بين ايديه زي ورقة شجر في عاصفة. شرح لها انها كانت غرقانة في كابوس. راحتها خوفت ليلي اللي جريت واستخبت لحد ما هو دخل زي طوق نجاة عشان يهديها. قلقان عليك يا مايا، الكوابيس دي بتزيد عن حدها. كأنه بيتراجع خطوة غير الموضوع للي اكتشفه. دارك قبطان اليخت اللي أندرو حسب ما بيقولوا رمى نفسه منه، ومن ذكر حاجة كيرس همس بيها في ودنه. مايا شافت جو بعينيها على كاميرا المربية. انطرح فكرة ان جو ممكن يكون لسه بين الأحياء، بس مايا فضلت متمسكة بان ده وهم مستحيل يكون حقيقة. في اتكلمت مع ألكسندر، كانت كأنها قصة حب بريئة اتولدت عشان تموت، بس أبي ما اقتنعتش بكلامه. ذكرت موضوع الحمل، بس الخبر ده نزل عليك الصاعقة، وهي خافت وقررت تنسحب من المكان. التحقيق في الاعتراف ان العجلة بتاعته، بس ادعى انها اتسرقت منه من اسابيع كأنها اختفت في الهواء. فكيرس سأله ليه ما بلغش عنها، في الأثار ان عنده حجة غياب قوية، وان مفيش اي دليل يربطه بالعجلة ليلة ما روح جو فرقت الدنيا. كريستين بتفتح سيرة بي جي ابن فيل المراهق اللي بيركب العجلة دي هو كمان، وبتصدر أمر الفيل إنه يجيبه لها عشان يتحققوا معاه تاني يوم. مارتي بيراجع لقطات كاميرات المراقبة بتاعت حادثة كريستين، لكن الغريب إن مفيش أي أثر لقطة. وبعدها بلحظات كريستين بتلمح فيل وهو بيركب عربية فان تابعة لشركة بيركتس جلوبال في الجنينة. أبي بتأكد إن ألكسندر كان حبيب قلب أمها، لكن قبل ما تقدر تواجه خالتها مايا بخصوص الطفل، أبوها بيظهر فجأة. الأطفال بيتلهوا في اللعب، وآدي ومايا بيصفوا حساباتهم وبيتصالحوا. هي بتحكي له كل اللي تعرفه عن كلير وعن الموبايل اللي محدش يعرف صاحبه، وبتوصيه على ليلي أمانة في رقبتها لو حصل لها أي مكروه. حيث آدي بتنهار زي بيت ورق. تين بتروح المدرسة، وهناك بتلمح فيل وهو بيقابل بي جي، لكن فيل بيغمى عليه فجأة قبل ما يلحق يسمع أي كلمة من كلامهم. في نفس الأثناء أونا مرات تومي بتتصل بمايا وبتدعي إن في إيدها معلومات خطيرة. في مكان تاني دان بيصر على تحليل DNA قديم كان عامله من سنين طويلة، وده خيط ممكن يوصلهم لأخوهم أو أختهم من الأب أو الأم لو بيانات الشخص ده متسجلة في النظام. أونا بتأكد إن عائلة بيركيتس بتدفع رشاوي من أكتر من 26 سنة، وإن تومي دار مختفي ومحدش يعرف عنه حاجة بقاله 6 أسابيع كاملة. مايا بتواجه جوديث اللي كانت هتنفجر من الغيظ على الاتهام ده،
بس بتقول إن كارولاين اتحجزت في مصحة نفسية. بعد كده مايا بتقابل كوري في صالة الألعاب، وهناك بيحذرها وبيقول لها ما فكرتيش للحظة إنه ممكن نكون إحنا اللي جايين؟ هو متأكد إن أي حد يحاول يحفر وراء أسرار الشركة دي مصيره يختفي كأنه ما كانش موجود. في الوقت ده ولاد كلير دخلوا على موقع الدي ان ايه واكتشفوا إن ليهم أخ أو أخت مش شقيق كامل. أبوهم دخل عليهم فجأة فترغموا يخبوا الدليل، بس من غير قصد سابوا وراهم صورة الحمل كأنها بصمة قدر. لقى كيرس بعد إغماءة تانية، والمحقق أخيرا اعترف بحالته اللي بيعاني منها، وكمان حكى على اكتشافه الجديد. بيركيت بترعى فريق الكورة في السر. ما قالت لأولاد كلير إن أخوهم اللي مش شقيق ده ولد. واجه ألكسندر بلكمة قوية. المحققين كمان عارفين إنه كان مع ست تانية ليلة مجهومات. في الأثناء شين تسلل سرا لمجمع مايا وزرع جهاز تتبع في عربيتها، وده خلى الإنذار يضرب، بس هي طنشت الموضوع كأنها بتطرد وسواس. ما لقت إيفا ملهوفة وبتعيط بربتها، مرعوبة إن طليقها اللي زي الظل اخترق كاميرا المربية بتاعتها عشان يتجاسس عليها. حظ مايا إنها تاخد بالها، خايفة إن نفس الكابوس ده يطاردها هي كمان. ده ولع شرارة فكرة في دماغها، لو حد قدر يخترق الكاميرا يبقى ممكن كمان يزرعوا أو يحملوا فيديوهات مزيفة. مايا بدأت تشك إن ظهور جو على كاميرا المربية بتاعتها ما كانش حقيقي أبدا، لكنه كان مجرد فخ أو تدبير، كأنه سراب بيطاردها. السؤال هنا، ليه أي حد ممكن يعمل كده؟ مايا وصلت بشين عشان يساعدها وطلبت منه يشوف لو الواي فاي بتاعها اتخترق، بس هو ملقاش أي حاجة غريبة. في نفس الوقت ده البوليس استجوب إيدي تاني، وهو أخيرا قال الحقيقة. هو حاول يبدأ علاقة مع ست اسمها ساشا، بس تراجع وخبى الموضوع ده عشان يحمي جوهرة ابنه. فسا أبي وقعوا قلبها في رجليها لما اكتشفت إن أخوها من الأب هو لويس، الشاب اللي بيشتغل مع فريق الكورة. لويس بح بالسر وقال إنه مسك الشغلانة دي عشان يبقى جنبهم وجنب كلير بالذات. في أول الطريق بيتقابلوا عشان قلوبهم تتعرف على بعض، لكن الموت خطف كلير قبل ما يلحقوا يقربوا أكتر. وزاد على كلامه إنه قبل ما كلير تغيب عن الدنيا بكام يوم خدته لمدرسة خاصة وطلبت منه يمثل إنه جاي يقدم فيها. رفعت سماعة التليفون وكلمت مايا اللي كانت قاعدة في بيت جوديث وفتصدت لها بكل اللي حصل. وفي عين مايا وقعت على كارولاين اللي المفروض تكون محبوسة في مستشفى المجانين، وبدأت تتوه في البيت بتحاول توصل لكارولاين اللي كانت بتتصرف بجرأة غريبة. عينها وقعت على اسم المدرسة الخاصة. احتمال تكون كلير خدت لويس وطارت في عجلة. ماطت عتبة المدرسة الداخلية، وبذكائها قدرت تقنع المديرة تتكلم معاها لما عرفتها بنفسها أنها مرات جو، وهددتها بقطع شريان الدعم المادي اللي بتقدمه جوريث. كير بيتصارع مع نفسه عشان يصارح مولي بوضعه، بس قلبه مش طوعه. مايا شفت الستار عن حقيقة إن سنة 1996 ولد اسمه ثيو كان أقرب صاحب لأندرو لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تسمم كحولي، وبعدها بأسابيع معدودة أندرو ألقى بنفسه من اليخت. ثانية من الأحداث إيدي اتصل بكلير وقلبه كان واكله عشان مش لاقي لأبي أثر. كلير شت الرحال لأم ثيو اللي بتصر وتأكد إن موت ابنها ما كانش مجرد صدفة وإنه وراه حقيقة تانية. استطاع في ذاكرتها إن في الجنازة أندرو هو اللي كانت دموعه بتنزل زي المطر. كير واقف على حافة الهاوية فوق كوبري مستعد يرمي نفسه، بس اتصل بنيكول على أمل إن صوتها يكون طوق نجاة ليه ويقدر يرجعه عن قراره. في الأثناء دي مايا كسروا باب وحدة تخزين متأجرة باسم تومي بس عشان يكشفوا عن سر مرعب. جيف تومي متحنطة بالتلج جوا فريزر. مايا رفعت سماعة التلفون تبلغ الشرطة عن العثور على جثة تومي، وكير اللي تلاها لحظات عن همومه وصل بصحبة مارتي عشان يقدم المساعدة. بيعنها إن الموت دايما ماشي في ركبها، لكن لما ترمي عليه تهمة إنه بيقبض من عائلة باركت بياخدها لبيته ويفتح لها صفحة حياته ويوريها إنه مش على كشوف مرتباتهم ولا تحت إيديهم. بيزن عليها عشان تحكيله إزاي لقت تومي، لكنها بتفضل صامتة زي القبر حتى وهي دلوقتي في دايرة الشك.
بعدها مايا بتفتح قلبها لإيدي اللي بيساعدها توصل لكريستوفر زميل كاني لأندرو وجو من أيام الدراسة. بتروح تزور شقته، لكن جار بيبلغها إنه غالبا في مصحة بعد ما كان غرقان في الخمرة قريب. في الأسدي كيرتس بيفتح قلبه لمولي عن مرضه بالرغم إن الدكاترة لسه تايهين ومش لاقين سبب. كارولين بتتصل بمايا وبتقول إنها شافت جو، بس المكالمة بتقطع، ولما مايا بترن تاني بتسمع بس صوت نفس تقيل. في البيت إيدي بيقدم لويس لأبي ودان. البوليس بيكتشف إن في دم وكارت مايا مربوطين بتومي، ولقوا صور كاميرات مراقبة بتوري إنها ما كانتش لوحدها وهي رايحة لمخزن التخزين. لما مايا تفهم إن كوري ورطها بتقول لهم يلاقوه فين. شين بياخدها من القسم وبيزن عليها عشان تعرف إجابات، بس هي بتفضل غامضة. بيطمنها على سوين بعد ما بتوعده إنها هتكون صريحة من دلوقت، اللي عيلته الغنية بقالها سنين بتقضي على قضايا القيادة تحت تأثير الكحول بتاعته. في نفس الوقت كوري بيخترق نظام البوليس وبيجبر كيرستين مارتي إنها تتصرف بسرعة وتتعقبه المخبأ في الغابة. ما ياخد اسم مركز إعادة التأهيل بتاع كريستوفر من جولي اللي بتحذرها وبتقول لها خليك بأمان يا صاحبتي. مش مسألنك مش موجود، وأنا كمان روحي مش هتطوعني أخسرك. بالرغم إنها حلفت لشين إن الكذب خلاص انتهى، مايا راحت للمصحة وقالت لكريستوفر إنها رجعت بيتها. ولما قابلت كريستوفر عينه سبتت في عينيها وقال لها بصوت قاطع جو هو اللي قتل أندرو. سوين كشف أخيرا عن خيوط البداية وإزاي كل حاجة اتفتحت بعد ما ثيو مورا دخل أكاديمية فرانكلين بيدل. ثيو كان ساحر بابتسامته، رياضي بجسمه، ومحبوب من غير أي مجهود، صفات خلت جو يشوفه شبح بيهدد وجوده. في الليلة اللي القدر كتب عليها تكون مأساوية، مجموعة من الولاد منهم أندرو وسوين وجو قرروا يعملوا مقلب في ثيو. استدرجوه من أوضته عشان يعملوا فيه اللي كان مجرد تهريج بريء، لكن في لمح البصر الموضوع فلت من إيديهم وبقى كابوس. جو ربط ثيو في كرسي وبدأ يدلق الفودكا في زوره بالقوة مستخدما قمع. الباقيين حاولوا يوقفوا اللي بيحصل لما رجلين ثيو بدأت ترفص وتتخبط، لكن جو كان مكمل يدلق من غير ما يرمش له جفن. وبعد لحظات قليلة روح ثيو فرقت جسده. في ذعر شديد جو أجبر الأربع ولاد على قسم الصمت وسابوا جثة ثيو وراهم كأنها لم تكن. بعد أسابيع وفي عرض البحر على يخت، إحساس الذنب طغى على أندرو وخنقه. قال لجو عايز يرمي الحمل ده من على كتافه ويعترف، لكن جو طنبيره بكلمات كذابة إن كل حاجة هتعدي بسلام. في الليلة دي أندرو طلع لسطح اليخت وساب الباقيين غرقانين في نومهم تحت. جو لحقه، وبعد لحظات قليلة سمعوا صوت رشقة مياه كأنها بتعلن عن نهاية. أندرو اختفى كأنه ما كانش موجود أصلا. سوين بيعترف إنه عاش سنين طويلة تحت سيف الذنب، مرعوب إنه يفتح بقه بكلمة، لكن بعد ما جو مات حس أخيرا إن القيود اتفكت وإن روحه بقت حرة كفاية عشان تحكي الحقيقة. وصل كيرس لوكر كوري قبل أي حد، بس المكان كان ساكت وميت كأنه مهجور. تحت في النهر كوري هجم عليه وحاول يهرب زي المجنون، بس رجله خدته واتكعبل، وكيرست لحقه في لحظتها وقبض عليه. في الأثناء شين كلم مايا عشان يبلغها إن البوليس كشف سره وعرف إنه حلوا الرصاصة مخصوص عشانها، بس الصدمة هزته بجد إن نفس السلاح هو اللي قتل جو وكلير سوا. مايا طلبت إنه يديها ثقته وقالت له إنها في طريقها لبيته حالا، ولما وصلت فتحت قلبها وحكت له عن حادثة الجيش اللي فضلت تطاردها زي الكابوس من يوميها. في مهمات كانت مايا واخده أمر إنها ما تضربش رصاصة واحدة إلا لما يتأكدوا مين اللي قدامهم بالظبط، بس فريقها مصاب وعربية فان غريبة جاية عليهم بسرعة البرق، فخدت قرار في لمح البصر، قطعت الاتصال بشين ورمت صاروخ. الفان انفجرت في لحظتها ومات جواها ناس أبرياء ملهمش ذنب. مايا اعترفت إنها عايشة بذنبها ده من يوميها، وشين ما كانش قادر غير إنه يبصلها وعينيه مصدومة مش مصدقة اللي بتسمعه. مايا كانت جهاز تتبع في عربية لوكاس وجالها تحديث إن كوري بيتحرك، فتسللت البيت بهدوء بالرغم من غضب شين اللي كان باين عليه. كوري وافق يتكلم مع كيرست على انفراد، وراحوا أوضة استجواب الكاميرات فيها بتسجل صورة بس مفيش صوت بيوصل. وهناك كوري كشف كل تحقيقاته عن شركة بيركت جلوبال وعن الأدوية الفاسدة اللي بيصنعوها، وهو بيشحن اللي اكتشفه
كيرش فجأة استوعب الحقيقة المرة إن نفس الأدوية دي هي اللي ورا حالته اللي بتسوء والهلاوس اللي بيشوف فيها نيكول. وهو على مكتبه كيرش بيكلم شبح نيكول، بيعترف إنه وحشته قوي وعارف إنها مجرد خيال مش حقيقة. دي كانت خطته اللي ماتت، وزميلة ليه في الشغل استشهدت وهي بتأدي واجبها. في نفس الوقت ده مايا بتشتري خط جديد وتليفون مؤقت، وبعدين بتكلم إيدي عشان يقابلها. طلبت منه يجي لي من المدرسة وقالت له إن عندها حاجة مهمة لازم تخلصها. ولما إيدي صمم يعرف إيه الحكاية ردت عليه: عايز تعرف مين اللي قتل كلير؟ يبقى سيبني أعمل اللي لازم أعمله. المباحث جالها بلاغ عن مكان بي جي واندفعوا عشان يلاقوه قبل ما يهرب ويطير، بس بي جي لمحهم الأول وجري بسرعة طالع على السطح. بالرغم من حالته اللي بتسوء كيرش طار وراه وزنقه في زاوية. بي جي اعترف إنه كان في الجنينة بس أصر إنه ما قتلش جو. شرح إنه كان هاج مع صاحبه رامبو عشان يسرقوا شنط وتليفونات. رامبو شاف مين قتل جو بجد وجري عليه والاتنين هربوا في حالة ذعر. بيجي واقع عجنة بتاعته وهو بيهرب وكلم أبوه فيه لأنه قال له يسكت عن كل حاجة. وكيرش بيسلو الدوخة بتشتد عليه ومش قادر يثبت على رجليه. بيجي مد إيده عشان يسنده بس فقد توازنه وقع بس ما ماتش، وبعدها توقف عن الشغل في الشرطة. مايا، لوكا وإيزابيلا وقميص جو في عربيتهم، مسكهم بتهديد السلاح وبتزن عليهم عشان يعرفوا الحقيقة، لحد ما عرفوا إن جوديث هي اللي دفعت لهم عشان يزوروا الفيديو اللي بيظهر فيه جو. حماتها بتلعب بيها وبتلف وتدور حواليها على أمل إن مايا في الآخر تكشف الستار عن حقيقة موته. مايا زقت الاتنين في شنطة العربية بقوة، وفي نفس اللحظة دي شين وصل وبيقول إن إيدي هو اللي بعته. بدل ما يروح بيته كيرس راح يصطاد رامبو وحبسه في حمام ضيق ملوش مفر. رامبو فجأة طق زي ما يكون لسانه اتفك وقال إنه عارف مين اللي قتل جو. في نفس الوقت ده مايا أخيرا فتحت قلبها لشين واعترفت إنها هي اللي قتلت جو. مايا حكت لشين إن جو قتل كير بعد ما هي كشفت الستار عن حقيقته المظلمة. كان في الشكوك بتنهش فيها بقالها شهور، عشان كده مايا طلبت من شين يفحص رصاصة كير، واللي أكدت إن جو استخدم واحد من مسدساتهم عشان يقتل أختها بدم بارد. وبعدين كلمت جو عشان يقابلها في الجنينة ورمت عليه قنبلة إنها عارفة كل خط في اللعبة. كانت متوقعة إنه هيجي مسلح، فمايا بدلت مسدسه المعطل بنفس المسدس اللي استخدمه عشان يقتل كير، وكأنها بتجهز له فخ. ولما جو حاول يضرب عليها نار المسدس علق وخانته في اللحظة الحاسمة بعد ما سخر منها ببرود وقال إنها عمرها ما هتقدر تثبت أي حاجة. مايا ضربت عليه نار مرتين وبعدين رتبت المشهد بحرفية عشان يبان إنه هجوم عشوائي، وضربت رصاصة أخيرة، رصاصة الرحمة، عشان تتأكد إنه مات. شين ساب لوكا وإيزابيلا مرميين على جنب الطريق في الوقت اللي كيرس كلم فيه مارتي وطلب منه يعمل فحص شامل لعربية مايا كأنها مفتاح اللغز. بس مايا كانت بدلت العربيات مع إيدي بخطوة ذكية سبقت بيها الكل. بعد مطارد جنولة لهسة في شوارع البلد وصلوا مدرسة ليلي، بس لقوا إيدي هو اللي بيوصلها وكأن القدر بيلعب بيهم. هو شرح إن عربيته فيها جهاز تتبع ومتركنة عند بيت مايا عشان يضلهم. في نفس الوقت ده مايا افتكرت إن جو استخدم عربيتها قبلها بأسابيع، وفجأة أدركت إنه غالبا استخدمها عشان ينقل جثة تومي لمخزن التخزين، وكأن اللغز كله بيتجمع قدام عينيها. سابت جواب أخير لليلي، جواب وداع قبل ما تطلع بره، بس اتقبض عليها من كيرس وكأن النهاية كانت محتومة. جوديث وكارولين ونيل رجعوا من اجتماعهم لقوا مايا مستنياهم في بيتهم وعينيها بتحكي ألف حكاية. مايا واجهت جوديث بعنف عشان كانت بتلعب في دماغها وتضللها، واعترفت إنها قتلت جو في الوقت اللي جوديث اعترفت إن جو فعلا قتل كلير عشان يحمي العيلة من فضيحة. جوديث قصت إنهم ممكن يلبسوا كل حاجة لجو ويقفلوا صفحة الماضي ويكملوا حياتهم، بس مايا رفضت بشدة وقالت إن الوقت فات بكتير على كده وإن الأوان فات. نيل اللي كان الغضب بيعميه مسك مسدس وأعلن بوضوح إنهم هيقولوا إن مايا هددتهم وإنه ضرب عليها نار دفاعا عن نفسه عشان ينقذ الموقف. ضرب نار مرات، رصاصات غادرة سكنت جسدها وموتتها في الحال. لما جوديث لفت عينيها وقعت على كاميرا متخبية في برواز صورة بتنقل المشهد كله على الهواء مباشرة، وكأن العالم كله بيتفرج علينا. العالم كله في لحظة واحدة شهد جريمة قتل بشع على مرأى ومسمع. كيرس لم نفسه مرارة إنه ساب مايا تمشي في الطريق الخطر ده، بس بكوري كان شايف إنها كانت عارفة كويس بالظبط هي بتعمل إيه وإنها قبلت مصيرها المحتوم.
تمنا لموت جو. بعد 18 سنة كيرسي زار ليلي في المستشفى بعد ما ربنا رزقها بطفلة صغيرة سموها مايا، وكان الروح رجعت من جديد. إيدي ربى ليلي وحقق وصية أمها الأخيرة، وشين فضل زي الظل، جزء لا يتجزأ من حياتهم. وهكذا أسدلت الستار عن الحكاية، وهنا بنقفل صفحة الحكاية دي. استنونا في حكايات تانية لسه كتير جاي. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في قناتنا عشان يوصل لكم كل جديد.